السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا ومشاهدين قناة أبو زهرة الزراعية، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد هنتناول فيه أهم المشكلة اللي بتواجهنا من خروج صيف لدخول شتاء. انتوا زي ما حضراتكم عارفين إن احنا دايما كل موسم جديد لازم تواجهنا مشكلة ابتعاد درجتي حرارة الليل والنهار. ليه؟ لأن الصيف بيبقى بيروح ويبدأ الشتاء يخش أو الخريف، فبيبدأ الخريف يخش بدرجات الحرارة بتاعته والرطوبة العالية، فبالتالي بتبدأ هنا تحصل بعض المشاكل. أهم المشاكل اللي احنا ممكن أو اللي بتواجهنا في اختلاف درجة حرارة الليل والنهار أو ابتعادهم عن بعض بطريقة كبيرة أو بشكل كبير، بتحصل عندنا هنا مع طبعا وجود رطوبة جوية، وده لازم بيحصل لأن تكون إن درجة حرارة تقل يعني لازم عندي رطوبة جوية زايدة في الجو. في الوقت ده بتنشط عندي مجموعة من الفطريات اللي هي بتهاجم المجموع الخضري أو بتهاجم المجموع الجذري، بجانب برضو بعض أنواع البكتيريا اللي هي بتهاجم المجموع الخضري والمجموع الجذري. احنا كنا اتكلمنا عن مجموعة الفطريات دي في السنة اللي فاتت بشكل مبسط، وكان الغرض منه ان انا كنت بوضح المشاكل اللي بتواجهني على المجموع الخضري في الوقت ده. كان منها مثلا انتشار الاكاروسات بشكل بشع. كانت دايما معظم المزارع السنة اللي فاتت، وخصوصا كان صنف الكيت، كانت مجموعة كان اختلاف درجة الحرارة اللي هو بداية خروج بقى الصيف ودخول شتاء، ومع نزول في التوقيت ده كان في نزول مطر شديد جدا كان موجود في شهر اكتوبر السنة اللي فاتت، ادى الى نشاط فطر الفيوزاريوم، وبالتالي ادى الى خروج نوع من او مش نوع، عدد كبير من الاكروسات على اشجار كانت بالتحديد في اصناف الكيت، كانت شرهة شوية على صنف الكيت. احنا السنه دي عاوزين نحذر من القصه دي، لان دايما شهر 9 وشهر 10 هو بيبقوا شهور التحذير بتاعتنا على النموات الجديده، على حاله الشجره، على مستوى دخول الشجره بتاعي على موسم شتاء عشان ابدا اخش بيها موسم تزهير جيد. فبالتالي لازم نكون دايما في الشهرين دول بنحذر. لازم يكون ميتي كويسه، لازم يكون ان انا خزنت وشغال في التخزين بتاعي بالعناصر المطلوبه عشان اخد بيها تزهير جيد في شهر ابريل، وعقد كويس في شهر 5. يبقى لازم اكون خزنت العناصر ديت واعيد تخزينها تاني في شهر اكتوبر. يعني مثلا ان انا بخزن جزء في من بعد منتصف اغسطس ولحد معايا اول اكتوبر ابدا اخزن الجزء الثاني اللي هو في بعض العناصر بالتحديد. يعني الحاجه المهمه اللي عاوز اتكلم فيها بقى اداره المجموع الخضري. دلوقتي احنا المجموع الخضري دلوقتي لازم ادخل الموسم بتاع الشتاء بتاعي بنموات تكون قويه، ابراج تكون مستويه سوى طبيعي. واحنا ملاحظين السنه دي لو حضراتكم برضو متابعين معانا ان دوره النمو الخضري اللي هي المفروض بتيجي من بعد منتصف اغسطس لحد منتصف سبتمبر اتاخرت شويه. يعني الدوره موجوده دلوقتي في اشجار حاليا بتبدا تطلع دورات نمو، وللاسف في الاشجار المحلي بالتحديد. ليه؟ لان كان عندي مشكله كبيره جدا في شهر سبتمبر، في شهر يوليو وشهر اغسطس، وهي ارتفاع درجه الحراره. يعني انتوا شايفين يوليو مشي كله درجه الحراره كانت فوق ال40، فطبعا الشجره في الوقت ده كانت اهمها الشغل تحمي نفسها، مش انها تخرج نمو جديد. حتى النمو اللي كان بيطلع كان بيتشعوط ويتحرق من الحراره. وكذلك دخلنا في شهر اغسطس برضو نفس الكلام، كان طبعا درجه الحراره 35 و36، ولكن المحسوس اكتر من كده بكتير، وبالتالي كانت دوره النمو ضعيفه جدا. ولما بدات درجه الحراره تتحسن من اول سبتمبر بدانا نلاحظ ان دورات النمو بدات تتظبط في الشجر معانا، سواء الاصناف المحلي سواء الاصناف الاجنبي، سواء حتى في المزارع اللي هي تحت التربيه. لان احنا معانا المزارع اللي هي احنا تحت التربيه احنا قصيناها في شهر مايو، وكانت دوره النمو شغاله كويس جدا. دخل علينا شهر يوليو، والشهر دوت حصل فيه ان درجه الحراره عليت، فكانت دورات النمو اللي بنشغلها في اشجار التربيه كانت ضعيفه جدا. بدات تتزايد معانا الدوره دي من بعد القصه بتاعه شهر اغسطس، ولقينا الحمد لله رب العالمين دوره النمو بدات تتظبط معانا من اواخر اغسطس كده اول سبتمبر. ولذلك دوره النمو اللي شغاله حاليا في اشجار التربيه او في جميع انواع الاشجار بس اللي هي داخله في موسم جديد انتاج شغاله كويس جدا. طب ايه اللي انا المفروض الواجب عليا ان انا اعمله في التوقيت ده؟ لازم احافظ على الابراج اللي طالعه دي ودوره النمو اللي طالعه، عشان دوره النمو دي هي ان شاء الله اللي هيعتبر اللي المفروض اللي فوق ده يعتبر الانتاج بتاع السنه الموسم الجديد. طيب
احافظ عليها ازاي؟ زي ما اتكلمنا احنا بنقول لازم نحافظ عليها من مجموعه الفطريات اللي هي هتهاجمنا في خلال الفتره اللي جايه. لازم احافظ عليها من ان انا ما اديش فرصه ان يشتغل الاكاروس يزيد عندي برشه اكاروس قويه مع زيت مثلا نباتي كويس، او وارش برضو قصدي ماده تكون خاصه بالتريبس عشان خاطر احمي النموات بتاعتي من انها تتشوه او تكرمش مني. يبقى احنا كده لازم نحميها من المشاكل اللي هي ممكن تواجهنا نتيجة اختلاف درجات الحرارة دي. الحاجة التانية، البرامج التسميدية بتاعتنا لازم تكون شغالة زي ما هي، بل بالعكس لازم أقويها، لازم أزودها، لازم أهتم بيها وأحاول أقرب مواعيد تسميدها على أساس إن أنا أسوي طراحي بدري بدري قبل ما يخش عليا البرد فيعطلني، وبالتالي ألاقي البرج بتاعي بيستوي رفيع، وبالتالي ما يبقاش تزهيره قوي، لأن البرج الرفيع هيديني تزهير رفيع فبالتالي مش هيديني إثمار جيد. يبقى لازم اسمد كويس واهتم بتسميدي. طب الري، اهم حاجه في الري عشان بس تبقوا انتوا عارفين، ودي القاعده والمبدا اللي انا شغال فيه على طول، انتظاميه الري اهم من الري نفسه. ان انت تروي صح اهم من انك تروي، لانك انت هتروي وخلاص كده يبقى انت كده بتعك، وللاسف هتلاقي عندك مشكله في اعفان الجذور لا حصر لها. فانت النهارده تنظم ريك، دي اهم حاجه، ده المبدا اللي انا شغال بيه وحضراتكم يمكن بتسمعوه مني في جميع الفيديوهات. الحاجه الثانيه تثبيت الخرطوم، عامل مهم جدا انك تثبت خرطومك يا جماعه، لازم تثبت الخرطوم، والا مع انتظام الري بتاعك لو الخرطوم مش ثابت، شويه رايح يمين شويه رايح شمال، انت برضو بتعك، وبالتالي هتلاقي عندك مشاكل لا حصر لها تحت في الجدر، وبالتالي هتعود اثرها على النموات الخضريه اللي طالعه الجديده اللي انت ممكن هتيجي تسويها مش هتسويها كويس للاسف لعدم انتظام او عدم ثبات الخرطوم. الحاجة التانية اللي أنا عايز أتكلم فيها، معظم المزارع اللي هي تحت التربية دلوقتي يفضل إن أنت آخر قصة عندك كانت إمتى؟ أنا بفضل، أنا كنت آخر قصة عندي شهر 9. معظم الناس بتخاف من قصة شهر 9، لا السنة دي كان الجو مختلف، فاحنا قصينا دورة نمو جديدة في شهر 9 والحمد لله شغالة معانا كويس جدا، والطراح او البرج الجديد الحمد لله تعدى ال 15 20 سم دلوقتي، والاوراق بدأت تخش في مراحل السوى بتاعها الحمد لله، فما حدش يقلق من الدورة بتاعت شهر سبتمبر. ولكن اللي زرع في شهر سبتمبر هو اللي احنا بنقول له لا ما تستعجلش في القص دلوقتي خالص، انت زرعت يبقى انت راعي لحد ما تعدي الشتاء بتاعك على خير عشان خاطر الشتله بتاعتك تعدي على خير. لكن اللي كان زارع وعمل قص التربيه فدي ما فيهاش مشكله، انت اشتغل ببرامج التسميد بتاعتك، لان برامج التسميد بتاعت شجر التربيه بيختلف شويه عن الانتاج، يعني التسميد بتاع شجر الانتاج. بالنسبه للطعمات، النهارده يا جماعه انا بشوف ناس بتطعم، يا جماعه التطعيم خلاص شكرا دلوقتي، ما حدش يفكر في تطعيم دلوقتي بعد اذنكم. التطعيم اخره 1 سبتمبر، واللي هو كمان احنا بنقول يا جماعه سبتمبر مش مظبوط، انت اخرك المفروض نص اغسطس، النهارده انت 1 سبتمبر بنقول مجازا مفيش مشكله. ليه؟ الصيف السنه دي كان كويس والجو كان كويس، لكن النهارده عشان تبقى دخلت في اواخر بقى سبتمبر اول اكتوبر وتطعم، فده طبعا صعب جدا، ولو القلم خرج فبالتالي النمو بتاعه مش هيشتغل كويس ومش هيشتغل بشكل مظبوط، وهتأثر عليك درجات الحراره المنخفضه اللي داخله علينا. اما بالنسبه للي كان طاعم وعامل اوراق لافف الورق بتاعه حوالين الطعمه، فيا ريت يفك الورق دلوقتي لان الجو اتحسن خلاص، وبدل ما النمو يلف على بعضه او النموات اللي طالعه تلف على بعضها وبالتالي بوظت القلم بتاعك. ده بالنسبه للتطعيم. بالنسبه للي طاعم والطعمه بتاعته فوق 20 سم و30 سم وفي سرطانات طالعه من تحت، يا ريت يقصها دلوقتي، يعني دورات القص بتاعتها تبقى مستمره لحد منتصف 10، بعد منتصف شهر 10 اوقف قص ازاله السرطانات، لو في سرطانات طالعه سيبها عشان تحمي لك القلم نفسه من هجمات الصقيع والبرد اللي بتطلع او ممكن تاثر على النمو. بالنسبه بقى للتقليم، انا بشوف يا جماعه في ناس لحد دلوقتي بتقلم، يا جماعه احنا بنقلم ايه؟ التقليم دلوقتي ما ينفعش غير في 3 حاجات بنعملهم، وال3 حاجات دول ثابتين معانا طول السنه. طول السنه احنا ثابت معانا ال3 حاجات دول، يعني سواء صيف سواء شتاء سواء الشجر محمل سواء مش محمل احنا بنعملهم. ايه هي؟ ازاله الاكاروس، ده ضروري ما ينفعش اسيبه. تاني حاجه ازاله النواشف، ما ينفعش اسيب فرع فيه دايباكو الا هينشف لي بقى الفرع والطراح كله يضيع. تالت حاجه وهي فتح قلب الشجره،
قلب الشجر ده لازم يتفتح في كل الاوقات، ما ينفعش في الصيف اسيبه والا هيربي لي حشرات قشريه وعفن هباب، ما ينفعش في الشتاء اسيبه والا برده نفس الكلام. يبقى انت النهارده التقليم ليه مواعيد معينه معروفه، وكل الناس مستثمري المانجا وكل مهندسي المانجا عارفين الموضوع ده. انما نشوف تقليم بالشكل الفظيع اللي احنا بنشوفه على الطرق دلوقتي واحنا داخلين المزارع فحرام بصراحه. النهارده الشجر المحلي كله معظمه ما انتجش في معظم المزارع، فبالتالي في نموات قويه جدا، هو بنى نفسه خلاص، الهيكل الخضري اتبنى. يبقى في الوقت ده انا مطلوب مني ايه؟ مطلوب ان انا احافظ على الهيكل ده، احافظ عليه، ان هو ما ادفعهوش ان هو يخرج دوره نمو جديده، لان لو طلع دوره نمو جديده فانا ممكن كده يبقى انا كده بيضيع مني الموسم بتاع السنه الجايه في التزهير. لكن احافظ عليه ازاي؟ ان انا افتح قلبه وبحذر. يعني المحلي كله، جميع انواع المحلي فتح القلب يكون بالنواعم اللي جواه والافرع ضعيفه، ما ينفع وطاقه من فوق. لكن لو في ترنقات تخينه في قلب الشجره ما تشالش دلوقتي، احنا بنفتح قلب الشجره بكل جرأه بعد شهر ديسمبر، في نص ديسمبر كده وانا افتح شجرتي، افتحها وافتح كويس لو في ترنك. ليه؟ لان الجدر سكن عندي. لكن ان انا ادي اقطع دلوقتي بالترنكات تخينه في الوقت اللي الجدر شغال فيه، فانا هضر الشجره بتاعتي، وبالتالي هتستنفذ مني عصاره جامده، وبالتالي هيحصل عندي عفان جذور مش هتاثر عليا وعلى نمو الطرحات وتخزينها. بالنسبه للاصناف الاجنبي، احنا قلنا يا جماعه فتح قلب الشجره مع التقليم في شهر بعد الجمع، بالنسبه مثلا للنعومي، بالنسبه للاصناف المبكره شويه، انما بالنسبه للاصناف المتاخره زي الكيت فافتح قلب الشجره عادي مفيش مشكله. لكن لو انت اتاخرت في جمع الصنف نفسه لنص 10 اول 11، فما ينفعش ان انت تقلم فيه غير الاكاروس وغير النواشف او الحاجات اللي هي ممكن تكون نواعم جوه القلب. غير كده ما تشيلش. ليه؟ لان انت النهارده اللي هتشيله هتدفعه لتخريج مجموع خضري، هيتاخر معايا في التزهير، وبالتالي الشتاء هيتاخر عليا في التخريج، وبالتالي الشتاء لما يتاخر هيبقى ضعيف، الشتاء هيموته مني، هبدا اقص تاني قص التزهير فين؟ في شهر فبراير، وبالتالي يبقى انا بعجز الشجره بتاعتي، بل بقلل من مجموعها الخضري اللي المفروض ان انا بقويه عشان اخد منه اعلى اثمار. دي كانت بعض العوامل الفنيه وبعض المشاكل اللي ممكن هتواجهنا من خلال الفتره اللي جايه، اللي هي شهور انا بسميها من وجهه نظري الشهور التحذيريه، اللي هو شهر سبتمبر وشهر اكتوبر، لان كل الشهرين دول هم اهم شهرين لاداره المجموع الخضري، عشان ادخل بيه على شتاء يتحمل صقيع، يتحمل برد، يتحمل اي موجه برد ممكن تواجهني في اي لحظه. يبقى عشان اخش بنمو وطراح قوي، لازم النمو ده او الطراح ده يكون سليم، مفيش فيه امراض، في مخزون كويس، يكون سمكه كويس عشان يستحمل معايا ضربات البرد، وفي نفس الوقت السمك كويس يديني تزهير كويس، فبالتالي يقدر يشيل عدد ثمار كويس. عشان كده احنا لازم نحذر ونقول يا جماعه الشهرين دول مش معنى ان انا جمعت ثماري يبقى انا اهمل شجري، بل بالعكس لازم اهتم بالشجر في التوقيت ده عشان ادخل في موسم تزهير جيد، ويبقى الشتاء عندي انا شجري يقدر يتحمله باذن الله، ونخش في موسم جيد. الحته الاخيره اللي عاوز اتكلم عنها وهو التزهير اللي موجود في النعومي دلوقتي. طبعا يا جماعه التزهير اللي موجود حاليا في النعومي، يعني في بعض الاراء بتقول شيله باستمرار، وفي ناس تقول لا سيبه لما يعد عشان ما يطلعش غيره. في كلتا الحالات، سواء شلته هو مظهر او شلته هو بعد ما عمل عقد، انت النهارده ما عندكش الثقه 100% ان اللي هيطلع بعد الازاله هيطلع منك ورق او زهر، ممكن يطلع زهر تاني، ممكن يطلع ورق تاني. فانت اهم حاجه شيله عشان خاطر توفر الغذاء للبرج اللي تحتيه. الازاله تبقى باليد ومن فوق العوده مش من تحت العوده، ويفضل ان انا يكون عندي ابراج ما تقلش عن طراحات، ما تقلش عن 3 ابراج بالنسبه للنعومي او اي صنف اجنبي، عشان لما تخش في شهر فبراير اللي هو شهر التزهير، بداية التزهير، يبقى عندك براح تقدر تعمل تقليم تزهير جيد يحافظ عليه وتحافظ على إنتاجك في المزرعة. كان معكم أخوكم حسام أبو زهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.